ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده دقيق محشي. عملت كده 3 4 بصلات كبار، خلطتهم مع شويه زيت. اما يتبلوا خالص نقوم حاطين ايه تقليب. بصوا بقى، دي كده البصل، خلطت الخضره وغسلتها حطيتها في مصفى. ودي الطماطم، اما البصله تدبل خالص هقوم حاطه من الطماطم دي. وده كان عندي كرنب في الفريزر، احنا كنا مفرزينه مع بعض لسه ما يفك خالص. الكرنب ده انا كنت مفرزاه معاكم، لما بيفك كده بيبقى جميل. نعمل كده دقيق محشي، مهما محشي ورق عنب او كوسه وفلفل وبتنجان والحاجات دي والمنابير، احب الكرنب. يعني ده احلى محشي عندي بصراحه، اللي هو الكرنب. مهما محشي حاجات من التانية دي، واهم حاجه عندي الكرنب. ودي برضو طماطم احنا كنا مفرزينها مع بعض، فرماها وحطها كنت سلقتها وفرمتها وقمت مكيساها معاكم. كنا نطلعها بقى الكيس او الكيسين، تسبكيهم، تعملي بقى محشي، تعملي مكرونه، تعملي اللي انت عاوزاه، تعملي خضار اللي انت عايزاه. طالما الطماطم عندك، قلتلك قبل كده يكون الطماطم رخيصه، هاتي وخزني. في الاوقات اللي زي دي بقى تطلعي الكيس، تعملي مكرونه، تعملي خضار، تعملي محشي، يبقى عندك في الفريزر. واللي في التلاجة لما يخلص بعد كده هتعوزي كيلو بكيلو لسلطه، قلنا الفرخه، حته لحمه، بس كده على القد. لكن اللي انت بتخزنيه في الفريزر يكون تحت ايديكي بقى، تعملي منه محشي، تعملي مكرونه، تعملي صلصه الكشري، بيبقى تحت ايدك احسن. كل ما يبقى الطماطم رخيصه هاتي وخزني. برضو الكرنب بيبقى له وقت للتخزين، تجيبه وتخزنه. عملت الخضره وغسلتها وقمت مفرطاها. ودي البصله ساعه ما تقفل اقوم حاطه عليها الطماطم. ساعه ما البصله تدبل معايا كده اقوم حاطه عليها ايه طماطم. حالتي وانت بتحطي الطماطم ممكن تحطي معلقه سكر عشان الطماطم، يعني معلقه سكر كده مع الطماطم عشان الحموضه. كده خلصت التسبيكه التسبيكه خلص اهي. هنحط بقى الرز، نحط الرز وهي على النار، الفها شويه. نقلب مع بعض كده. كده قلبت الرز في التقليه اهو. احط بقى الخضره اخر حاجه، يعني التقليه حطي فيها البهارات اللي انت عاوزاها، ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وبهارات فراخ، بهارات لحمه، 7 بهارات، البهارات المشكله اللي انت عاوزاها حطيها. وبعد كده احط الرز اقلبيه وهو على النار، وبعد كده احط الخضره.
الخضرة في الاخر. هقلبها بقى واحطها في حاجة تبرد عشان اقعد بقى ايه اعمل المحشي. كده الرز جاهز معانا اهو للمحشي. حطيته في صينية كبيرة شوية عشان يبرد. الحلة قطعت فيها بصل وكرنب اللي هو المتقطع، افرشها اي حاجة عايزة تقطع، طماطم، فلفل، بصل. وده الكرنب اللي احنا هنحشيه. نبدأ نحشي بقى. انا كده خلصت المحشي اهو، عملتهم كده على دقيقتين صغيرين عشان الرز يستوي براحته. مخبيتش شامله الدقيقه قوي يعني. سيبي كده ايه شويه كده قيمه سطرين عشان لسه هتحط الشوربه والرز يستوي براحته عشان ما تلاقيش ايه حاجه في طبقات المحشي لسه مستوتش. حط بقى صحن كده، هنحط الشوربه. احط الشوربه واهز الدقيق لغايه ايه اخر سطر من المحشي. كده خلاص اهو، علقت عليه بقى. ساعة ما يغلي هقوم هديه عليه بقى يترد. كده المحشي استوى اهو. شفت لما قلتلك سيبي شويه سيبي سطرين من الحله اهو. شوفي الرز استوى براحته. ما يبقاش مكتوم في بعضه والمحشي يستوي. لما تسيبي سطرين او سطر المحشي يستوي براحته. كده المحشي استوى خلاص اهو. هنغرفه ونطلع الفراخ بقى نحمرها.